الملاية المشجر دي هتلاقي نازل الفستونات كده نازلة على الكورنيش حوالي كده ايه 20 سنتي، 20 سنتي كده نازلة على الكورنيش بفستونات. فانا هحتاج لكل سرير هحتاج 175 سنتي. يعني انا هقيس 3.5 وهقسمهم 2 هيعملوا لي ملايتين 3.5. يبقى كل سرير هياخد من المشجر دون 175. ادي حته اهي وادي الحته التانية. طيب هحتاج قد ايه بقى من الساده؟ يبقى خلاص 3.5 مشجر للملايتين. والساده هحتاج قد ايه؟ هحتاج 3 متر. ليه هحتاج 3 متر؟ احنا عارفين طبعا الكورنيش بيبقى اساسي لاي ملايه سواء اطفال او كبير بحتاج متر. يبقى للكورنيش متر، يبقى انا هحتاج للملايتين مترين للايه، انا اهو قصاهم مترين للملايتين. طيب احنا قلنا معانا 3 متر. المتر الاخير ده اللي هو انا هعمل منه المخدتين، انا بقصها طبعا 90 سنتي. يبقى مترين للكورنيش والمتر اللي هو الاخير دون للخدديات، قصدي للمخدتين هيبقى 90 سنتي. طيب انا قلت المشجر جايب 4.5، هاخد 3.5 يبقى بقى معايا متر. المتر ده اللي انا هعمل منه الخدديات. يبقى انا هعمل من المشجر هعمل ملايتين وهعمل خدديتين من 4.5. طيب دلوقتي ان شاء الله هوريكم ازاي هقص الفستونات. انا جبت القطعه بتاعتي بعد ما قصيتها اللي هي 175. هجيبها من عند عرض القماش، هفتحها خالص واجيبها من عند عرض القماش وهطبقها على 4. هوريكم اطبقها ازاي. بص هنا انا هعمل الفستونات. اول حاجه انا بيبقى عندي انا عندي اهو القماش بجيب من عند العرض. ده عرض القماش اهو زي ما انتم شايفين، هو متني هو تانية واحده اهو اللي بقى جاي بيها. اديهم دول طبقتين اهم. ادي دي اول تاني واحده، بروح تانية تاني كده بقى معايا قد ايه؟ بقى معايا 4 طبقات كده. انا معايا 4 طبقات، 2 3 4 كده معايا 4 طبقات. لو انا عايزه فستونه كبيره، الفستونه بتاعتي تبقى كبيره قوي كده، هتبقى بالكوبري ده كله، اعملها 4 طبقات. طب لو انا عايزه فستونات صغيره كده، لا يبقى اعملها 8 طبقات. طيب انا كده معايا ال4 طبقات اهو متطبقين اهم كده ماشي. اروح جايه اهو من عند امسكهم كده كلهم واروح مطبقه كده تاني، واخدهم كده تاني. يبقى انا كده بقى معايا كام طبقه؟ معايا 8 طبقات. يبقى انا طبقت اول تطبيقه اللي هي بقى القماش جاي بيها، وطبقت تطبيقه تاني، وبعدين رحت مطبقه كمان ايه، خدتهم كلهم رحت مطبقهم على بعض فاداني 8 طبقات. فعشان تبقى عارفه صح ولا غلط، المساحه دي هتديكي كام؟ هتديكي حوالي 30 سنتي. يبقى المساحه دي هتديكي حوالي 30 سنتي. يعني لو انا شفتها هي على المزوره اهي 30 سنتي ماشي، 30 سنتي. طيب انا بعمل فستونه ازاي؟ انا قلت لك في الاول ان انا الفستونه بتاعتي هتبقى نازله على الكورنيش حوالي 25 سنتي، ربع متر. طيب يبقى انا لما اجي اعمل الفستونه هقيس من هنا كده، هطلع كده 25 سنتي. انا كده واخدت 25 سنتي وايه، واطلع كده واخد علامه، واخد العلامه بتاعتي اهي، واخد علامه. ومن الناحيه التانية برضو هطلع 25 سنتي
واروح طالعه فوق وواخده برضو علامه برضو كده اهي. يبقى انا قست من هنا، يبقى انا خدت من هنا كده لغايه فوق 25 سنتي، وخدت ايه وعلمت العلامه بتاعتي، وخدت انا عاملاها على الظهر علشان خاطر ايه الكتابه ما تبانش. ومن الجنب ده برضو هطلع برضو 25 سنتي، هاخد اعلم العلامه بتاعتي. طيب اعمل ايه بقى في الفستونات؟ هاجي من هنا، انا قلت ان المساحه دي كلها 30 سنتي، هاجي من النص كده اخد 15 سنتي، اعلم ده النص اللي اعلمه. طب انا بقى عايزه اقص، هعمل ايه عشان اقصها؟ الدوريه بتاعتي تبقى مظبوطه. وطلع لغايه العلامه بتاعتي اللي فوق. يبقى انا هعمل دوريه من العلامه دي اهي، هنزل كده اهو كده، وهطلع برضو ايه، وهطلع كده لغايه العلامه ايه التانية، لغايه العلامه بتاعتي التانية، واروح اقص اهو. انا هنا اهو قصيت اهو الدوران بتاعي، قصيته. لما اجي افتحه بقى هيديني قد ايه؟ عشان انا عامله 8 طبقات، يبقى هيديني 8 فستونات صغيرين. فتحتها اهو هيديني 8 فستونات. انا دلوقتي هوريك انا قصه الكورنيش. طبعا الكورنيش بتاعي بيبقى متر، وبقسمه 2، وبوصلهم ببعض، وبروح عامله الكورنيش بتاعي. طبعا ان شاء الله لما اجي اخيط هوريكم هعمله ازاي. بس هنا الفستونات بتاعتي زي ما قلت لكم هتبقى نازله حوالي ربع متر كده على الكورنيش. هتبقى بالمنظر ده، هتبقى الفستونات بقى كده ايه نازله على الكورنيش. لسه طبعا هنعمل سرفله، وبعد السرفله بركب هنا فل. طبعا لسه ما عملتش الكورنيش بتاعي، ان شاء الله هوريكم في الخياطه. بقى انا كده ايه قصيت الملايه بتاعتي بالفستونات بتاعتها، وقصيت الكورنيش. هاجي بقى للمخدات زي ما قلت لكم، هقص 90 سنتي. وادي الخداديه بتاعتي اهي. الخداديه دي طبعا انا جايبه 4.5، هو ايه انا قصيت 3.5. الخداديه بتاعتي بقص حوالي 75 او 73 عشان دي اطفال، بقص 73 سنتي، والباقي باخده للقلاب. يعني انا كده قص 73، عمل لي خداديتين 55 في 73. لو السرير كبير بعملها 55 في 75، والباقي اللي هيطلع باخده للقلاب. ان شاء الله هوريكم وانا بقفله على المكنه، هوريكم بقفله ازاي. ان شاء الله لو عجبك الفيديو. دلوقتي هبدا ان انا اركب الفستونات اركب الفل ده على الفستونه. طبعا احنا بنعملها اوفر. اول حاجه طبعا انا بدلت الخيط بتاعي، عشان الخيط زي ما انتوا عارفين كنت عاملاه اخضر، فانا بدلته يبقى ابيض علشان خاطر ايه يبقى الشكل بتاعي والتفصيل في النهايه حلو.
شكل حلو طبعا. دلوقتي بعد ما ركبنا الفستونات، دي كده، دلوقتي شريك السكن ده هنركبه ايه على حرف الكورنيش. طبعا لازم يكون الخيط بتاعي من فوق ابيض ومن تحت ايه اللون اللي هو اخضر عشان يمشي مع ده. انا بشد الستان، لكن بشد قصدي القماش من تحت، لكن الستان بخليه كده ايه مرخي علشان خاطر ما يكشكش معايا. اهو زي ما هو متركب اهو. انا بعد ما ركبت الستان بيدي شكل طبعا جميل في الاخر، لسه طبعا هيتكوي، بيدي للكورنيش شكل حلو من تحت.